الأمر الذي بعده أن الإسلام ليس ملكا لحزب ولا لجماعة ولا لطائفة ولا لفئة ولا لشيخ. الإسلام حق الكل، يدخل فيها الرجال والنساء والكبار والصغار، والذي معه دقن والذي ما بش معه دقن، مش ملك أحد. هذا دين الله للكل. واستغلال مثل هذه التهم وإلصاقها بالناس أمر خطير. نحن نشدد على أنه لا بد من ضوابط للفتوى. إذا كان ابن القيم في القرن السابع الهجري يقول على أن الذي يتصدر للفتيا لا بد أن تتوفر فيه 6 شروط: العلم بالكتاب، العلم بالسنة الصحيحة، العلم بالمواضع الإجماع، العلم بأصول الفقه، العلم باللغة العربية، العلم بأحوال العصر. أما اليوم في هذا الزمن بياع البقل مفتي، وسواق الباص مفتي، والذي بيجيب اللحمة مفتي. هذا كلام مرفوض. نحن لا نقر مثل هذا الأمر. لا بد أن تصدر هذه المسائل من إنسان يدرك هذا الأمر. إذا كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول إن القضية تعرض علي، هذا عمر، وإني أجمع لها أهل بدر جميعا يفصلون فيها. الخلاف في الآراء السياسية، وجهات النظر، ونحن في حوار سياسي بحت، لا يجعلني أتخذ من مسألة إلصاق التهم وإطلاق الأحكام عليك فرصة. أختلف معك وتختلف معي، لكننا لا نجعل مسألة الكفر والإيمان والإسلام يعني مترس لهذه الآراء. مثلا قبل فترة في من يقول أن الذي يؤمن بالوحدة اليمنية كمثل هو مسلم كامل الإيمان، والذي يؤمن بالانفصال هذا خارج من الملة. طيب إذا جاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وقال أنا آمنت بالوحدة اليمنية، ما عادش داعي للشهادتين، هو مسلم. وإذا جاء واحد مسلم من عدن وقال أنا أريد الانفصال، نقول له لابد تجدد إسلامك لأنك كفرت. هذا عمل سياسي. لا ينبغي يا إخوة أن نجعل المسألة تصل لهذا الحد. اليوم نحن بلينا بشباب، الواحد تطلع له شعرتين وركب له عمامة ونصب نفسه شيخ الإسلام ومفتي الأنام، يفتي في العقائد والرقاب والدماء والأموال، وكأن الأمر شربة ماء. والمسألة خطيرة، ليست بهذا الأمر الذي